أوقات الظروف بتخلينا نعمل حاجات لا يقبلها شرع ولا دين. معقول الواحد ممكن يضحي ببنته علشان الفلوس؟ قصتنا النهاردة عن بنت أبوها استخدمها بأبشع الطرق. فاكرين مسلسل المداح؟ أهو قصتنا شبيهة له، وده كله بسبب. اسمع القصة للآخر علشان تعرف حكاية الأوضة المقفولة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صاحبة القصة بتحكي وتقول: أنا عايشة مع والدتي في شقة صغيرة على قدنا. بعد وفاة بابا بسنتين أختي اتجوزت وعايشة في مدينة قريبة مننا. ما كنتش بطلع من البيت غير مع والدتي، أصلها بتخاف عليا جدا، الخوف اللي ما كنتش لاقيه له سبب مقنع غير بعد فترة. وعدت الأيام، وفي يوم رحت أحضر فرح واحدة من قرايبي. الفرح كان في قرية صغيرة جنبنا. أنا كنت واقفة بعيدة شوية بتفرج على المشهد، والفرحة كانت جميلة ومبهجة. الكل كان فرحان وبيرقص، لكن لفت نظري أوضة خشب طويلة بابها أحمر، والأوضة مقفولة بره جنب البير الكبير. البير ده بيتوسط القرية. لما بصيت للباب اللي لونه أحمر، مش عارفة ليه اتشديت، وبصراحة قربت منه. الباب لونه غريب، وكان مكتوب عليه باب جهنم. خبطت عليه بشكل لا إرادي، لكن محدش فتح. والله أنا ما عارفة ليه رحت ولا ليه خبطت أصلا. أنا أول مرة أشوف الباب ده. كأني كنت مشتتة وفقت، ورجعت للبيت وعادت الليلة. والصبح قمنا نشتغل علشان نستقبل الضيوف، والمسا نجيب العروسة. جيت جنب قريبتي وقعدنا نضحك ونهزر. وسط الكلام سألتها عن موضوع الباب اللي شفته امبارح. لقيتها فتحت عينيها على آخرهم ووشها أحمر، ولقيتها بتبلع ريقها وغيرت الكلام. الحقيقة استغربت منها جدا. رجعت قلت في نفسي: هي بتتهرب ليه؟ أكيد في سر. وعدى اليوم، وبالليل طلعت بره وقلت اتمشى شوية، ولقيت رجل واخداني لنفس المكان. بس المرة دي لما قربت أكتر الأوضة، وتقريبا كنت أنا بس اللي موجودة في المكان في الوقت ده، والليل بدأ يليل. لما قربت سمعت صوت زي أنين أو حد بيتوجع من جوه. قربت وخبطت على الباب وقعدت أقول: مين هنا؟ هو في حد جوه؟ بس ما سمعتش أي صوت. صمت رهيب. لفيت علشان أرجع، وفجأة سمعت صوت غليظ بينده باسمي وبيقول لي: مريم، يا مريم طلعيني. اتسمرت في مكاني. مين اللي عايزني اطلعه ده؟ جمعت قوتي ورجعت اقرب تاني للباب. قلت بصوت واطي: انت مين؟ وتعرفني منين؟ قال لي: اعرفك من زمان، ومستنيكي من وقت طويل قوي، ومجيتك هنا ما كانتش صدفة. انت اللي هتنقذيني من اللي انا فيه. وفضل يكرر نفس الجملة اكتر من مرة، وفجأة سكت. ما بقتش فاهمة حاجة. هل اللي سمعته جوه الأوضة ده حقيقي، ولا أنا بتخيل، ولا إيه؟ خصوصا إن الصوت ما كانش محبب إطلاقا. وأنا شاردة بفكر، لقيت إيد بتنزل على كتفي بكل قوة. من خضتي وخوفي صرخت بأعلى صوت عندي، وقعت على الأرض. وقبل ما الدنيا تسود في وشي، شفت أبشع منظر مستحيل أي بني آدم يتحمله لو طال النظر فيه لثواني بس. ومحسش بنفسي غير وأنا على السرير، وأمي جنبي وعمالة تعيط. أمي قالت لي: لقيتك واقفة لوحدك. فضلت اناديلك مرضتيش. قربت منك، واول ما حط ايد على كتفك لقيتك صرختي ووقعت من طولك. كنت بسمعها وانا مرعوبة، واللي خلاني اتخض اني شفت امي بشكل مرعب، ووش مشفوط منه الدم وعظمه بارز. وشها كان طويل وعينيها مشقوقة بالطول، وكانت من غير حواجب. كنت شايفة شيطان، خصوصا لما بصلي وبدأ يضحك واشوف سنان المدببة. وقتها ما حسيتش بنفسي واغمى عليا، بس قبل ما فوق كنت سامع نفس الصوت بينادي عليا بغضب، وبيكرر نفس الكلام اللي قالهولي. امي كانت بتعيط وسامعاها بتقول: منك لله يا صالح، انت السبب. قلتلك بلاش البنت تروح، قلتلك بلاش الشغلانه دي من الاول. اهل البنت بتروح مني وبسببك، استر يا رب. بصيت لامي بذهول وقلت لها: ماله بابا يا ماما؟ عمل ايه علشان تدعي عليه كده؟ وقصدك ان هو السبب؟ لقيتها سكتت وبصت في الارض، وبعدين بصت لي والدموع في عينيها وقالت لي: ابوك كان مهووس بالاثار، كان دايما بيدور على المكان اللي فيه اثار، وكان في حد بيساعده منه لله، واللي شفتيه ده كان بسببه، وكان لازم يحصل معاك كده.
وكان لازم تعرفي يوم من الأيام. لقيتها بترفع كف إيدي وكملت كلامها وقالت: بصي للخط ده، بيقولوا عليه الكف الزهري، وده سبب أساسي إن صالح يستخدمك في أعماله الزفت دي. على الرغم إني ما كنتش مقتنعة بكلامها، بس السؤال اللي كان محيرني: مين اللي محبوس في الأوضة؟ خفت أسألها وأقول لها عن اللي شفته. وروحنا لبيتنا. لقيتها بالليل دخلت أوضتي، كنت تعبانة جدا، ربنا يسامحني لأني ما صليتش ونمت على طول. بس شفت كابوس رهيب. لقيت نفسي في حفرة كبيرة قوي، وجنب راجل طويل وشه عليه غضب ربنا، وماسك كتاب وبيتمتم بكلام مش مفهوم. وفجأة مسك ايدي وجرحني جرح صغير وقال لي بصيغة الأمر: قولي ورايا، أأمركم بالمغادرة، نحن نملك هذا الدفين، ليس لكم فيه شأن وإلا ستندمون. وبدأت نار تطلع من الحفرة، وأنا بسمع صوت صرخات كتير، صوتها كان مرعب جدا، وإيدي اتلسعت. في الوقت اللي اتلسعت فيه صحيت من النوم. بعد ما صحيت كده بثواني لقيت موبايلي بيرن. لما رديت اتصدمت وقلبي وجعني لما عرفت إن قرايبي اللي كنا عندهم بيتهم اتحرق، والعريس مات هو وأبوه، والباقي في المستشفى في حالة خطيرة، والقرية كلها النار مسكت في بيوتها ما عدا الأوضة المقفولة. لما قفلت السكة شفت إيدي لقيتها ملسوعة، وكان واضح إنه ما كانش مجرد حلم. رحنا المستشفى نطمن عليهم، وهنا لقيت عمي الكبير بيعيط. قربت منه وسألته عن اللي حصل. اتنهد بصوت عالي مليان وجع وقهر، وقال لي الكلام اللي غير حياتي للأسوأ من بعد ما سمعته. قال لي: من زمان أنا وأبوكي كنا بنشتغل سوا. في مرة أبوك اتعرف على راجل كان جاي من الصحراء، كان اسمه خيري. الراجل ده كان غجري وما كانش طبيعي خالص، وياما حذرت أبوك منه بس أبوك ما سمعش كلامي. في الفترة دي أبوك كان بيختفي كتير، ولما كان بيرجع كان بيكون معاه فلوس كتير جدا. في مرة كنت قاعد مع أبوك في البيت وسمعنا خبط على الباب. سمعت أبوك بيقول: أهلا بالشيخ خيري، نورتنا. سلمت عليه وطلعت قعدت على ناصية الشارع. بتلفت لقيتهم طالعين بالعربية. لحقتهم، كنت عايز أفهم بيعملوا إيه وأبوك بيجيب الفلوس دي منين. وصلوا خرابة مقطوعة ما فيهاش حد، وجابوا شاكوش من العربية ودخلوا الخرابة. قعدوا فيها اليوم كله، وفضلوا كده كذا يوم. اليوم الخامس لقيتهم مطلعين شوار كبير حطوه في العربية ومشوا. دخلت وراهم الخرابة وساعتها فهمت كانوا بيعملوا إيه. طلعوا كنز وعرفت السر اللي كان مخبيه. لما واجهته ما أنكرش، وفضل يتحجج بقلة الفلوس والشغل قليل وإنه كان مضطر يعمل كده. المهم سبته ومشيت. وفي مرة جات لي والدتك تشتكي منه لأنه كان بياخدك معاه في الأماكن اللي كان بينقف فيها هو وخيري. كان بياخدك معاهم كل يوم، وكنت بتيجي مجهدة وكنت بتصحي بالليل مرعوبة. ساعتها كان عندك حوالي 5 سنين، ولما أمك بتحاول تتكلم معاه كان بيضربها ويهددها بالطلاق، وبرضه كان بياخدك منها. وزمان كان الطلاق عار عندنا، بس خلاص أبوك الفلوس كانت لحست مخه، ما كانش باقي على حد لحد يوم الكارثة. اليوم ده أبوك كان هو والشيخ قعدوا في أوضة جنبنا وقفل عليهم الباب. هنا قطعت عمه وقلت له: الباب الأحمر مش كده؟ هز راسه وقال لي: أيوه هو. كانت ليلة النص من شعبان. الليلة دي القمر كان بدر، وكان اللي اسمه خير ده بيحضر جن على أبوكي، بس للأسف أبوك ما استحملش ومات، والشيخ أغمى عليه من الخضة. بدأنا نسمع أصوات غريبة في الأوضة دي. ساعتها اتصلت على الشيخ شريف، كان راقي ساكن في القرية اللي جنبينا، وبسرعة دخلنا عليهم وشلنا جثة أبوكي وكتفنا المشعوذ. وفضل الشيخ يرقي في المكان مدة طويلة والأصوات بتزيد. وبعد شوية طلع الشيخ شريف وقال إنه ربط الجن اللي جوه وحبسه في الأوضة. بس المهم محدش يفتح باب الأوضة دي مهما حصل. وسلمنا المشعوذ للشرطة، ومن يومها محدش يتكلم في الموضوع ده، ما هو لازم ننسى علشان نعيش. بعد ما خلص كلامه لقيتني بحكي له عن الحلم اللي شفته. لما صحيت ولقيت ايدي ملسوعة وداني عند راقي شرعي، ومن يومها ما حسيتش بحاجة ولا شفت حاجة الحمد لله. بس بقيت كل ما اروح لقرية عند قرايبنا بشوف أصعب أوقات بتمر عليا. بس للأسف في الفترة الأخيرة دي بدأت أشوف أمي بنفس الشكل اللي شفتها عليه وأنا واقفة عند الباب الأحمر. اتعلمت من حكايتي إن مش دايما لازم نعرف كل حاجة ونكشف المستور. بعض الحقائق من الأفضل تفضل مستخبية علشان الحياة تستمر. وبسبب اللي حصل لي من أبويا
بصراحة ما بقتش قادرة أسامحه خالص، وهي دي نهاية حكايتي.